المشكلة دي مشكلة جيل كامل. مشكلة جيل كامل يعني بيدوّر على السعادة والنجاح في الشغل، في السفر، في الخطوبة، وسايبين المصنع الرئيسي. المصنع الرئيسي اللي هو ده، اللي هو عقلك وإصرارك. وعايزك تبقى عارف إن النمو الشخصي ده مش كتاب بتقراه ولا كلام ولا حاجة بتصحى الصبح تلاقيها اتحققت وخلاص، لأ. ده قرار يومي بتاخده إنك أنت تتخانق عشان نفسك، غصبٍ عن الظروف وعن عملك اللي بيحبطك وعن صاحبك اللي بينكد عليك والكلام ده كله. وعايزك تبقى فاهم إن الهيرو اللي بيدخل في الموضوع ده، البطل اللي بيدخل في الموضوع ده لازمًا يخوض 3 حاجات. 3 حاجات دولًا أول حاجة التخبيط مش الفشل، ودي بتبقى بالنسبة لك خبطة البداية. وعايزك تبقى عارف إن أجمد حاجة بتخلّي الواحد يكبر هي وقعة محترمة. إحنا بنخاف بصراحة من الفشل، زي ما بنخاف من العفاريت بالضبط. لأ، الفشل ده بيبقى عامل زي اختبار عملي practice exam، بتقع وبتقوم وبتعرف فين الغلطة وبتكمل. فأنا عايزك تقول لي كده وريني بطل في فيلم مثلًا ما اتضربش مرتين 3 واتبهدل مرتين 3. العبرة يا صديقي هنا مش في الضربة، العبرة هنا في الوقفة اللي بعدها. إزاي أنام بضهر مفرود؟ دي العبرة بقى. وتاني حاجة عايزك تعرفها اللي هي الcomfort zone، اللي هو السجن المريح. السجن المريح اللي هو طول ما أنت مستخبي في منطقة الراحة ديًّا بتاعتك هتموت ببطء وأنت واقف مكانك. اللي هو إحنا بنقول الشجاع بيموت مرة واحدة والجبان بيموت كل يوم وكل دقيقة. وعايزك تبقى فاهم إن أجمد حاجة إنك أنت يعني كل يوم تعمل حاجة بتخوّفك شوية. يعني مثلًا تكلم المدير على الهوا، تبدأ المشروع اللي على بالك، أو تتعلم مهارة جديدة أو الكلام ده كله. وعايزك تبقى فاهم برضه إن النمو الشخصي أو النمو الحقيقي بيحصل برّه الباب ده، في الحتة اللي بتقول لنفسك فيها يا تلحق يا ما تلحقش. وتالت حاجة للهيرو اللي هو حوارك الداخلي، اللي هو أجمد عدو ليك. أجمد عدو ليك يا حبيب قلبي اللي هو مش الحكومة ولا الظروف ولا صاحبك اللي بينكد عليك ولا المدير الغِلِس ولا الكلام ده كله. أجمد عدو ليك هو صوتك اللي جواك، اللي جوه دماغك ده، الصوت اللي بيحبطك. الصوت ده محتاج يعني تخلّيه يبقى أخرس، تخرسه كده، تضربه وتلكمه وتخرسه خالص، تقضي عليه بقى، زي ما إحنا بنقول كده. بتقول لنفسك أنا غبي ومش نافع، وتقول أنا لسه بدل ما تقول لنفسك أنا غبي ومش نافع، تقول إيه بقى؟ أنا لسه باتعلم وناوي أكمّل. بدل ما تقول لنفسك مستحيل أعملها، لأ، تقول لنفسك إيه أصغر خطوة ممكن أعملها دلوقتي. عايزك تبقى قائد السفينة مش أسير السفينة. عايزك تبقى فاهم إن أنت مش شيء بيوضع في شيء عشان ينتج شيء. دي قاعدة. من الخلاصة كده، من الآخر كده والخلاصة عشان بس ننهي الموضوع ده. عايزك تبقى فاهم إن أجمد حاجة في الدنيا إنك لمّا تبُص على نفسك في آخر السنة تلاقي إنك أنت يعني مش نفس النسخة اللي فاتت، أنت بقيت أحسن. أنتجت وزوّدت على نفسك وبقيت أذكى وأقوى وعندك جلد أكبر. الحب حلو والفلوس مهمة، بس كل دول بيعتمدوا على جودة الشخص اللي بيمتلكهم.